بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. تم افتتاح المحمية بشكل رسمي بإذن الله، وحاليا تتمتع الكناريات والبناجز، هذا يحب التصوير، والبلابل بأجواء المحمية. ما شاء الله، خوش لقطة. احتمال راح اخليها اليوم. ضفت مواد التعشيش للبلابل، وضفت لهن الخلطة الخاصة بهن، خلطة البلابل اللي هذه نموذج من عندها. واليوم الصبح قدمت صفار البيض، بيض مسلوق، وصمون زادت بالسحور. اليوم السبت 29 بالشهر، آخر أيام الشهر المبارك، شهر رمضان الكريم. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. الله ما شاء الله. هاي أثناء التصوير نثية زعيفة. بسم الله ما شاء الله. فحالها يغار فول عليها. إذا وقف أي بلبل من ذن البلابل قريب عليهن يتعارك وياهم. ما شاء الله واقف على رجل. وعندنا بسم الله ما شاء الله. شلون تعرف توقف مزوجات من توقف واحد بصف واحد. هسه نرجع على الشيء اللي فتحت عليه الفيديو. المفروض انا سمنتج بس تذكرت، خليت بقلب النخلة سلة تعشيش، وعندي بعد سلة ثانية ما اعرف تشوفوها ولا لا، لونها ازرق. هاي الوردية وديش بلاستيك سلة. وعندي خليت للفناجز بيوتنا القديمة، انا عندنا خشبة خليها بس على مود انه اكو وراها عش للبلابل الداخلي، هذا مال المحمية الكبيرة القديمة. وخليت حورت السلة العادية وسويت لها طور اخضر وسيم وترتيب. وهاي وحدة ثانية ايضا، ووحدة ثالثة خليتها المن للبلابل الجو. يحب انها التعتيم والتمويه، وانه ما حد يجي يمهن، فسويت لي اياه، وان شاء الله الامور طيبة باذن الله. هنا مثل ما تشوفون بلابلنا. هنا الكناري ما شاء الله، هذا ذكر المغرد مالنا. وعندنا هذا جوني روك. البارحة شوية استغرب من دخلت بالمحمية، بس اليوم الأمور طيبة إن شاء الله. هذا الذكر وذيك الأنثى. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. عندنا ذني بلابل الأليفات راح نفتحهم بالمحمية. الأليف مشكلة، مو مثل البر يطلع. يلا 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 حبيبي يلا. هاي يستغرق وقت، يلا يطلع. هسه ما شاء الله الكناري لزل. الكناري طلع واحد بعد واحد من البلابل. يلا حبيبي كوكو، يلا كوكو حبيبي.
يا حبيبي يلا يلا يلا. هسه باشا شوف اكو نثيه جاهزه يريد يزاوجها هذا الفحل. نثيه جاهزه يريد يزاوجها، ما لازمك يطلعك فدوه. يا الله بسم الله ما شاء الله. هذا واحد وهذا واحد. هنا عندنا البلابل اطواره جالسات او الثاني. هسه ان شاء الله راح نفتح هسه القسم الثاني مال الكناري. طلع واحد، طلع الثاني، طلع الثالث. اتوقع كذا ساعة يلا شوية ياخذن على المحمية. اما البلابل الاليفة فالصور ياخذن اكثر. هذا واحد وهذا واحد ما شاء الله. تحضرن البلابل تجوروا عقابلهن. تحضرن الزوج الثاني، هذا الزوج وهذا الزوج. بالنتيجة النهائية هنا راح يرتاحن أكثر. هسه إن شاء الله راح نفتح البناجز، نجيب هنا ونفتحها هنا. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. دائما اكو بالبداية واحد سريع واكو واحد بالاخير. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. ان شاء الله هذه البداية، وإن شاء الله صار برواز وصار حركة ونوع من الغيرة بالبلابل. عندي بعد بلبل بري ما أعرف أجيبه بعد، ما أعرف. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآل محمد. وجبة أفراخ طائر السمان حاليا قاعد تبدي تفقس. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. إن شاء الله هسه احنا الساعة 9 يوم 25 بالشهر. باكر إذا الله خلانا طيبين الصبح تصعد للحاضنة إن شاء الله. بيض الدجاج بعد دجاج تأخر هسه ما شاء الله فتح المطوة. بسم الله ما شاء الله. اخوان اريد تفاعلكم بهذا الفيديو، لانه ان شاء الله اذا صار تشجيع من عندكم وصعد الفيديو وصعدت اللايكات والتعليقات ان شاء الله راح ازود طيور المحمية ويصير تنويع بالطيور المحمية وتفاصيل اكثر وتصوير. بسم الله ما شاء الله اكثر. وان شاء الله بعد هذا انتم موجودين وراح تلاحظون الفرق والرخص. التفاعل هنا مطلوب جدا. هنا افراخ الطيور الرخت والتار الابيض، وعندنا رخت ازرق وتار.
وهذا ابن البصراوية. ابن البصراوية. أمانة الله الطيور تشتي بالفيض وتعشش، بس أنا ما دا أعطيها لأنه يعني بسم الله ما شاء الله. هاي أقول لكم أول مرة دا يشوفون الشمس تشميس طبيعي بدون ما نعكس لهن أو يجي العصر ويطب لهن الشمس. هاي لأول مرة يطب لهن الشمس ويشمسن. الشمس جدا مهمة. لاحظوا البلابل. كوكو. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بديت أقدم لهم قبابي البلابل، والأمور إن شاء الله طيبة، إن شاء الله تمام. راح أشم مايسة. الطيور هاي المحمية كلهن متآلفات مسبقا، يعني مو اليوم، لا مخليهن متوالفات مسبقا. لاحظون الكناري مع الفنجز مع طائر البيبل العراقي أبيض الخدين متوالفات رسمي. وهاي الأول مرة أيضا نشمسهن بدون ما نعكس لهن أو بدون ما يجي العصر يطب لهن الشمس، لأن كان محمية داخلية، بس صار لمدة أفتح الباب حتى وإن كان بالليل في سبيل يتعلمن على جو الليل، والحمد لله وشكر تآلفن. الأريفة نصر بمكان كبير أيضا يختلف عليها الوضع، بس شوية شوية. هسه قدمت لهم تفاح، نزل الكناري، نزل البلابل. بيت السمار. شو عارفين؟ مرة مرتين انكتلن بالباب بعد عمرهن ما يروحن للبلابل، يبقى يغردلهن بس من بعيد. هذا موسم التزاوج، يصير موسم بهرمون التسترون اللي هو هرمون القوة يصير مندفع. تلاحظ نفت ريشة، هذا معناه فحل بفحل. هذا جوني روك وذي كوكو. الفحل يقام ضرب جوني روك بسرعة. شوف طيور أليفة ووديعة، بس موسم التزاوج بصراحة يصيرن عدائيات، بس ما يأذن، يعني البشر بس يأذن بناتهم. بسم الله ما شاء الله
ما شاء الله. هسه الطيور كل تشمس ما عدا زوج كناري. هذا واحد وهذا واحد. إنه بس يقوم يشمسن ياخذن كفايتهن ويرجعن. الباحة أول مسواق لهن 6 بياضات لهن، سلات مال بيض، تنفع بلبل كناري فينجز وطائر الملكي. تنباع ب1000 دينار بس بالجملة 500. الحمد لله والشكر. وحصلناهن. اسمع هسه وراي صوت تغريد كناري. الشيء الحلو بهذه السلة مال البيض انه تلاحظون قد الشنقر مالها نازل على قد السيم ويتثبت شلون. هسه راح نسوي لكم اياها لها نموذج. هسه راح اسوي لكم اياها نموذج. لاحظون هالشكل ثبتت ما شاء الله. شغلتها كلش سهلة، بس انا ما راح اخليها شكل تثبت بالنسبة لي، لا راح اسوي لها الشيء مستطيل من فوق وبيثيل خاطر يصير للتعشيش، ويعني شيء راقي بعد ان شاء الله. هنا يفيدنا ايضا الستان ارتفاعه 1.80 متر. يفيدنا بالتصوير بدون طيور ينزلن.